بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، ده اسمه جبل الرماة في أحد. أنا عايز أقول حاجة بس، إن الصحابة ما كانوش بيخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حصل ده في أحد ده تشريع لنا، لأن الصحابة لما ماتوا أو استشهدوا بسبب هذه المخالفة دي اسمها إيه؟ دي حاجات تشريع لنا إحنا. يعني الصحابة لما خالفوا، شوفوا ايه اللي حصل لحضرة النبي. احنا بقى لو خالفنا الرسول، كم مخالفة احنا بقى عملناها المسلمين، كم مخالفة عملناها من احد لغاية دلوقتي، كم من المخالفات احنا بنعملها. عشان كده اللي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء يحصل له ان هو ايه، يعني ايه، ما فيش، يعني ربنا ما عندوش، يعني مش هيرحم اي حد يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام وان كان صحابي. عشان كده احنا بنقول بلاش نخالف النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولا نخالفه في افعاله، ولا نخالفه في معاملاته. فكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعية، والامر ده بتاع احد ده كان امر تشريعي عشان الامة ما تخالفش النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. مش الصحابة كانوا بيخالفوه، لا، ده امر تشريعي. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.